الناس الغالية أهلا بيكم. الفرايد تشيكن الأكلة المفضلة عند أغلب الناس وأولهم ولادي. اتحديتهم النهاردة وقلت لهم إن أنا هعمل لكم فرايد تشيكن زي بره بالظبط. تعالوا نشوف هنعمله ازاي، واديكوا شايفين الشكل قدامكم. عملنا السنجل والدبل وكمان التريبل. تعالوا نشوف عملنا الجمال ده ازاي. ممكن تعمليه بالصدور وممكن تعمليه بالوراك. بتجيب الصدر كده على بعضه وتقطعيه زي ما انت عايزه، المهم يكون اتخن من البانيه بشويه. تقطعيه اي تقطيعه انت تحبيها، التقطيعه دي براحتك، تقطعي بقى براحتك. ده الوراك اهو، دي هقطعها على 2، ممكن الوراك مخليه تقطعيها بقى على 2 3 براحتك. وبتجيبي كيس مطبخ تفتحيه كده وبعدين بتدقيه، تدقيه كويس عشان تكسري الانسجه خالص اللي فيه. ادي الوراك المخليه وبرده الصدور بنرقها وبنخففها وبنكسر الانسجه بتاعتها. ده لتر لبن رايب عليه معلقتين خل، وبعدين بتبله معلقه ملح صغيره، معلقه بابريكا، توم باودر وبصل باودر، بهارات، معلقه سكر، معلقه فلفل اسود، ومعلقه شطه بتعمل تيست حلو مش بتبان في الطعم، ودي معلقه صويا صوص كبيره. وبنقلب كله في بعضه. هكتب لكم كل حاجه في صندوق الوصف. وبعدين بحط الفراخ كلها وبغطيها خالص بالتتبيله وبغطي عليها وبحطها في التلاجة اقل حاجه 3 ساعات. ده نص كيلو دقيق، الكفر اللي من بره عليه كوبايه نشا، يعني كل كوبايه دقيق عليها معلقتين نشا. وبتبلها بس نص معلقه ملح ونص بابريكا ونص فلفل اسود بس، لان التتبيله فيها كل البهارات. وده صينيه كبيره فيها مكعبات تلج وميه متلجه. وهي الفراخ انا عملتها الصبح وحطيتها في التلاجة دلوقتي بعد العصر بشويه. باخد بقى من الفراخ احط في الدقيق، اقلب كتير، بقلبها كتير، وبعدين بنزل في الميه المتلجه اللي فيها مكعبات تلج، وبرجع في الدقيق تاني وافضل اقلب كتير كتير لحد ما تظهر قدامي التعويجه اللي انتوا هتشوفوها دي. شايفين التعويجه؟ هي دي. برضو هعمل حته تاني معاكم. بقلب كتير في الدقيق وبعدين بنزلها في الميه المتلجه اللي فيها مكعبات تلج، وبرجع في الدقيق اقلب وانفض واقلب وانفض لحد ما تظهر قدامي التعويجه دي. وبعدين بكون محضره بقى الزيت، بعمل على قد الطاسه، تكفي حتتين تكفي 3 على قدها، ما تعمليش وتركني. زيت غزير وتحطيه يكون سخن، وبعمل يعني 3 حتت بعديهم بعد ما بحط في الزيت، ما بركنوش لحد ما ياخد اللون المطلوب، وبطلعه على شبكه عشان خاطر يفضل مقرمش معايا اهو زي ما انتوا شايفين. انا بقرب لكم اهو عشان تبان التعويجه قدامكم. مفيش اجمل من كده زي بره بالظبط. هخلص الكميه كلها اهو، اسمعوا الصوت انها مقرمشه. شايفين التعويجه ومقرمشه ومش شاربه زيت خالص. اجي بقى اعمل بقيه المكونات. ده بصل مقطعاه طرنشات تخينه شويه. بجيب التتبيله بتاعه الفراخ، بحط عليها معلقه نشا، ده اللي كنت متبله فيها الفراخ، معلقتين نشا كبار، وبعدين بحط فيها البصل. وفي الزيت اللي انا قليت فيه الفراخ صفيته في طاسه تاني، وبدي لون كرمله كده للبصل ويبقى كمان ايه مقرمش معايا، بس ياخد اللون معايا وكده يبقى مقرمش وطعمه تحفه جدا. وبعدين بجيب طاسه برضو بدهنها زيت، وبعد العيش تحميصه كده، العيش ياخد تحميصه كده معايا بيبقى جميل قوي في الطعم. بس كده بنكمل باقي المكونات كلها. ونيجي بقى نركب السندوتشات. نعمل الصوص الاول، شويه كاتشب وشويه مايونيز قد ما الكميه اللي انت هتعمليها، ومعلقتين مستردة، وبنقلب كله. ده الصوص اللي هنحطه. وبنعمل بقى نركب السندوتش زي ما انت تحبي. بحط الصوص وبعدين خس وبعدين البصل والفراخ والجبنه وخس، وده برضو صوصه على العيش وبغطي بالعيش. وده السنجل الكيوت الجميل. نيجي بقى نعمل الدبل. برضو بحط على العيش صوص وبعدين خس. انا على فكره جايبه صور من محلات وبركب السندوتشات زي الصور بالظبط، يعني انا جايبه الصور قدامي وبركبها، فراخ والخس وجبنه. انت بقى تركيبه السندوتش دي براحتك. اهو ده الدبل اهو، وبغطي برضو بالعيش بعد ما بحط له صوص والبصل وكله. نيجي بقى نعمل التريبل
اهو العيش عليه الصوص والخس والبصل والفراخ، وبعدين الجبنه والخس، وبغطي بالعيش. دي اول طبقه. وبعدين بعيد الموال تاني، خس وفراخ وجبنه وبصل، وبغطي بالعيش. ده تاني طبقه. وبعدين برضو خس وفراخ اهو شايفين، والجبنه والبصل والخس. وبعدين بحط حته لانشون حلواني او رومي مدخن وبغطي بالعيش. وكده التريبل خلص. شايفين طوله قد ايه؟ انا على فكره صورت العيال وهم بياكلوا وقد ايه هم كانوا مبسوطين ومستمتعين بيه، بس مرضوش ابدا يخلوني انزل الفيديو ده، مرضوش ابدا يخلوني انزلها مع الفيديو. لكن هو كان طعمه تحفه وسهل وما خدش وقت. وتعالوا، وانتوا عارفين طبعا سعره بيبقى كام، السنجل بس بيبقى كام بره. عملنا السنجل والدبل والتريبل، وحاجه جميله قوي ونضيفه، بتعملي في البيت وتبقى حاجه جميله. يا رب يكون الفيديو عجبكم وتجربوه. الناس الغالية أهلا بيكم. الجمال اللي احنا شايفينه ده الكفتة، عملناها في البيت بمقادير سهلة خالص، مش هتصدقوا ان هي بالسهولة دي. وكمان كل حاجة عملناها في الخلاط. تعالوا نشوف عملنا الجمال ده ازاي. اول حاجة معانا دي حزمة خضرة مشكلة، حزمة واحدة. جبت 3 حزم، خدت من كل حزمة شوية، يعني دي بمعدل حزمة واحدة مشكلة. خدت منها الورق بس، خدت الورق بس، ما باخدش العصي خالص. وده صدر فرخه واحد. ودي بصلايه وسط، احنا مش هنزود ولا خضره ولا هنزود بصل، بصلايه واحده وسط. ودي كوبايه ميه هنشوف هنعمل بيها ايه. وبطل الموضوع معانا هو الخلاط. اول حاجه بقطع البصله وبحطها في الخلاط عشان اعمل سوائل تسهل معايا عمليه الضرب باقي المكونات. بحط عليها نص كوبايه ميه، هبدا كده اخد نص كوبايه ميه بس، واضرب كويس جدا. كده انا عملت اهو سوائل. وبعدين بحط معلقه توم مفرومه كبيره، معلقه توم مفرومه كبيره، وبضربها. وبعدين بحط الخضره وبنزلها كده بالسباتيولا وبضربها كويس. كل حاجه بحطها بضربها. وبعدين بجيب الفراخ اقطعها عشان خاطر اسهل عمليه الضرب في الخلاط تبقى سهله. بقطعها كده. وبعدين بفتح فتحه الخلاط، بفتح فتحه الغطا اللي من فوق، بشغل الخلاط وبنزل بحتت الفراخ وهو الخلاط شغال. بس كده اهي الفراخ ملهاش اثر، اتضربت كويس جدا. انا ما حطيتش فيها اي توابل. تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه. خدت كوبايه الا ربع بس ميه، سهلت بيها الضرب في الخلاط، كوبايه الا ربع، وما نزودش برده ميه. بجيب طبق كبير، ده معايا طحين الرز او دقيق الرز، ما عنديش ومش بلاقيه. هقولك تعملي ايه. باخد منه مبدئيا كده كوبايه. انا ما عنديش دقيق الرز ده، ما بيتباعش عندي. هجيب كوبايه رز من العادي، بغسلها وبنشفها على قماشه وبطحنها في مطحنه الخلاط وبنخلها بمصفه الشاي. باجي بقى هنا بتبل معلقه كمون، معلقه ملح، كل دي معالق صغيره، معلقه كزبره ناشفه، نص فلفل اسود، ودي معلقه بيكنج باودر، معلقه بيكنج باودر كبيره، ودي معلقه بهارات كفته بس. وبقلب كله وبعدين بنزل بالخلطه عليه. دقيق الرز لو عندك دقيق الشركات، لو عندك رز الشركات ممكن تطحنيه على طول وتنخليه بمصفة الشاي وخلاص. وعملته كده قبل كده كتير يعني لو انت مش بتلاقيه. بحكم كله في بعضه. لو حسيت ان هي طريه اهو بنزل تاني بدقيق رز، سواء انت شارياه او انت عاملاه في البيت، بيبقى واحد يعني.
بنزل بمعلقتين تاني وبعجن لحد ما تبقى متماسكه معايا. اهو قلعت الجلافز عشان خاطر احسها بايدي كده اهي، بتتلم معايا بسهوله وبقت متماسكه. وبعدين هصبحها بالزيت فهتكون سهله معايا، ولا حطيت في تلاجة ولا اي حاجه عشان التصوير. ممكن تحطيها في التلاجة شويه هتتماسك اكتر، بس انا ما حطيتش في التلاجة. خدت دهنه زيت في ايدي ودورتها كده وبعدين بصبعها. تدوريها الاول، شايفين ناعمه ازاي ومش مشققه خالص معايا كده، مظبوطه جدا. هعمل واحده تاني معاكم. بدهن دهنه زيت وباخدها ادورها في ايدي وبعدين بصبعها. شايفين عامله ازاي وناعمه جدا. بس بعمل بقى الكميه كلها وبكون مسخنه، حاطه الزيت على النار يسخن وبحط فيه الكفته. هي ما بتاخدش وقت خالص، بتحمر على طول اهي، احمرت معايا. وبعدين بطلعها على مناديل مطبخ. بعمل برضو الكميه كلها كده بنفس الطريقه. باجي بقى، شايفين طريه ازاي من جوه وناشفه من بره، وهوريها لكم في الاخر. مقرمشه من بره وطريه من جوه. عملت بقى الكميه كلها. هجيب معلقه زيت عليها مكعبين زبده، وبنزل ببصلايه صغيره مفرومه في الكبه وعليها معلقه توم مفروم. انا بحب ميكس بصل مع توم، ممكن انت تعمليها توم بس براحتك. بعمل بقى تخديعه الكفته. بكون مجهزه شفشق طماطم، اول ما ريحه التوم تطلع شفشق طماطم، حاطه فيه قرن فلفل حامي ومصفياه كويس، وبتبله معلقه ملح، نص فلفل، معلقه بهارات، ومعلقه سكر عشان حموضه الطماطم. وحققي بقى اظبطي الملح زي ما تحبي، ما بسيبهاش تتسبك، يا دوب بتغلي وبحط فيها الكفته. ما بسبكش خالص عشان تبقى خفيفه وما تتعبش المعده. يا دوب تغلي غلوتين 3 كده، شويه تشرب من بعضها وخلاص. هي ما بتاخدش وقت بس. وكده الكفته خلصت معايا. هوريكم ازاي هي مستويه وسهله جدا في انك انت تقطعيها بالمعلقه اهي. بنعمل معاها رز بشعريه. هوريكم الناشفه اللي هي محمره. احنا طبعا بنحب المحمره قوي. شايفين مقرمشه ازاي؟ هوريكم مقرمشه ازاي. وطريه من جوه. يا رب يكون الفيديو عجبكم وتجربوه، وبالهنا والشفا لكل اللي يجرب. الناس الغالية أهلا بيكم. أفكار جديدة ومختلفة لسندوتشات المدارس. ولادنا دلوقتي ما بقاش فيها حاجة تعجبهم، عايزين كل يوم تغيير وكل يوم حاجة جديدة. النهاردة هنعمل حاجة مختلفة شوية عن السندوتشات. هنعملها بطريقة سهلة. كان أي حد يحس إن في حاجة فيها عجل ما بيحبش يعملها، وكنت أنا أولكم. النهاردة هنعملها بطريقة سهلة وإن شاء الله هتعمليها. ده نص كيلو دقيق، بحط عليه معلقة سكر ومعلقة خميرة فورية معالق كبيرة، ونص معلقة ملح وكوباية زبادي، وبقلب كله في بعضه وبعجن بمية دافية. افضل احط شوية بشوية لحد ما تحسي ان الدقيق اختفى قدامك كده. الدقيق اختفى اهو. انا لسه ولا عجنت ولا عملت اي حاجة. بحط معلقة خل كبيرة ومعلقتين زيت كبار وبدخلهم في العجينة. عجينها كده، ادخل فيها الزيت والخل. وبعدين باجي على الرخامة، بكون غسلاها ومسحاها كويس ومعقماها بخل، وبحط دقيق كتير وبفضل اعجن فيها لحد ما تطلع من ايديا وتمط شوية بس. بجيب طبق بدهنه زيت وبحط فيه العجينة وبدهنها زيت وبسيبها تخمر نص ساعة، ساعة الا ربع كده. وبعدين كده خمرت اهي معايا.
بنزل بقى كل الخمر ده، وبدهن صاج زيت او صواني اللي عندك. باخد حتة عجينة صغيرة كده على ايدي وبفردها، بجيب شوية دقيق كده وافردها، افردها خالص. نعمل اول حاجة اللي هي الفطاير الاول، وباجي في نص العجينة كده بدهنها زيت، وباجي على النص التاني عليها، وبعدين بدهن الربع، وباجي على الربع التاني عليه. بس كده، شايفين شكلها؟ وبحطها في الصاج اللي انا دهنته، وبجيب حتة تاني اعملها معاكم، بفردها خالص، وبعدين بدهن النص بالزيت، وباجي النص التاني عليه، وبعدين بدهن الربع، وباجي بالربع التاني عليه. مفيش اسهل من كده، وشكلها تحفة، عاملة زي ما يكون بتاعة كريب صغيرة. وبعمل بقى باقي الكمية كلها، وبعدين بجيب صفارة بيض، صفارة واحدة، وبدهن الوش عشان ياخد لون معايا في الفرن. ودي حبة البركة او الحبة السوداء، ليها كذا اسم. وبحط الوش عليه، بحطها على الوش، وبعدين سمسم بحط برضو مع حبة البركة، ممكن احط سمسم بس. وبكون كده مولعة الفرن ومسخناه، وبحطها في الفرن في الرف الوسطاني على 180 درجة. باجي بقى في صاج تاني بدهنه، وبكمل باقي العجين فيه. هعمله ميني بيتزا، دواير كده صغيرة. وبجيب كاس، باخد القاعدة بتاعته كده، بدوس عليها تعمل حز كده. سهلة جدا، اسهل حاجة تعمليها كده بالكاس، بتعمل لك حز كده للبيتزا في منتهى السهولة. بس بعملهم كلهم، وبعدين باجي بعمل الصلصة اللي بحطها على وش البيتزا. كيس صلصة صغير، بحط عليه شوية كاتشب، ومعلقة سكر عشان حموضة الصلصة، ونص معلقة ملح، وبقلب كله في بعضه، وبدهن البيتزا كلها بالصلصة. وبعدين بقى بتجيبي اي بواقي عندك في التلاجة. عندي فلفل اخضر، اي بواقي، اي حاجة، اي خضار. ودي حتتين لانشون مقطعاهم كده، هحطهم برضو على الوش. ممكن بواقي لحمة، بواقي فراخ اللي عندك، ممكن تستغني عن اي حاجة مش عندك برضو. زيتون ممكن تحطي لو عندك، ممكن ما تحطيش، تستغني عنه عادي. اي بواقي برضو بحطها في الفرن. اهي الفطاير طلعت، وبحطيت البيتزا على نفس الحرارة في الرف الوسطاني برضو. دي خدت نص ساعة من تحت، نص ساعة في الفرن من تحت، وخدت 5 دقايق من فوق، حسب الفرن بقى بتاعتك. ده اللي بالسمسم بس. وباجي بقى بعمل الافكار اللي انا قلت لكم عليها. اهم حاجة الخضار تحطيه السندوتشات بتاع الولاد، لانشون، جبنة رومي، اي حاجة، اي حاجة عندك. ممكن تحطي بانيه، ممكن تحطي ناجتس، ممكن تحطي برجر، ممكن تحشيها اي حاجة. شايفين طرية ازاي ومفتحة؟ بحط بقى خيار واللانشون، ممكن تحطي اي حاجة. شايفين مستوية من تحت ومن فوق. حطي دي جبنة رومي، ممكن تحطي طماطم. انا شايلة الجزء اللي فيه مية، مخليه الجزء الناشف بس. اي خضار تحشيها اي حاجة. وكده البيتزا خلصت اهي، استوت خالص، استوت اهي من تحت برضو نص ساعة في الفرن وكانت استوت. بحط بقى الجبنة الموتزاريلا بعد ما استوت خالص. ليه؟ لان الجبنة الموتزاريلا بتفقد المطة بتاعتها لما بتحطيها على سخونة كتير، وهي يدوب ساحت بس على الشواية. شايفين طرية ازاي؟ الموتزاريلا يدوب ساحت على الشواية وطلعتها. ما تزوديش النار على الموتزاريلا. وكده كل حاجة خلصت، الفطاير والبيتزا. صدقوني ما خدتش وقت. انا كانت الحاجات اللي فيها عجن برضو ما بحبش اعملها، لكن العجينة دي تنفع لأي حاجة وسهلة جدا. ان شاء الله تجربيها. ممكن تعمليها سادة، بتبقى طعمها تحفة برضو سادة اهو، طرية جدا. ان شاء الله تجربيها وتعجبك.
ويا رب يكون الفيديو عجبكم. اهلا بيكم في قناة اسرع وصفة. الشيش طاووق والرز البسمتي، الحلاوة كلها ولا الشكل؟ شايفين شكله تحفة جدا، والطعم مفيش احسن من كده. مش قادرة اقول لكم على طعم جميل خالص. عملناه بطريقة سهلة وخفيفة ومش هياخد وقت معاكم خالص. وتعالوا شوفوا عملنا الجمال ده كله ازاي. ده كيلو وراك مخليه، قطعته زي ما انتم شايفين بعد ما غسلته كويس بالميه والملح والليمون. بعدين بجيب بوله بحط فيها كوبايه زبادي صغيره، وبحط عليها ربع كوبايه خل. مش هحط ليمون لان انا كنت ناقعه الفراخ في ليمون. ربع كوبايه بس. معلقتين كاتشب كبار، ودي معلقه ملح ونص فلفل ونص بابريكا، ودي نص معلقه سكر بتساعد على السوى، ودي معلقه زيت كبيره. بقلب كويس وبعدين بظبط الملح. لازم تحيقيه كويس عشان يبقى حايق وكويس معانا. وبعدين بغطيه واحطه في التلاجة اقل حاجه ساعتين، ممكن تسيبيه اكتر. على ما تتبل بكون جهزت الخضار دي. وبعدين بجيب حله وبعمل الرز، معلقه سمنه ومعلقه زيت، ودي التوابل: مرقه، توم باودر، بصل باودر، كاري، كركم، ملح، فلفل اسود. هكتبهم لكم كلهم في صندوق الوصف. كل التوابل هكتبها لكم في صندوق الوصف. اول ما ريحه التوابل تطلع معايا، ده 3 كوبايات رز بسمتي. بغسلهم كويس وبنقعهم ربع ساعه وبعدين بصفيهم. باجي هنا بقى اقعد اقلب فيه لحد ما يسخن كويس معايا، وبعدين بنزل عليه بالميه او الشوربه اللي عندك. لو عندك شوربه حطي، لو ما عندكيش شوربه حطي ميه. وبعدين بقلبه وبظبط ملحه واغطيه واسيبه يستوي. ده عصيان الشيش طاووق، انا ببقى نقعاها في ميه عشان خاطر ما تتحرقش معايا. وده الخضار اللي انا معايا: فلفل الوان، احمر، اصفر، اخضر، وبصل. بس برص بقى الرصه اللي انت شايفاها دي، ورص زي ما انت عايزه. بس الافضل انك تحطي البصل فوق الفراخ عشان خاطر لما بيكون بيستوي بينزل ميه البصل على الفراخ، بتعمل طعم جميل جدا. رصي بقى الرصه اللي انت تحبيها. بحط الفراخ وبعدين فوقيها البصل، وبعدين تحط الفلفل زي ما انت عايزه. انا ممكن تعمليه بالصدور. الصدور طبعا برضو بتبقى حلوه وتحفه، لكن الوراك بتبقى افضل واطرى، بتبقى اطرى شويه من الصدور، بس الصدور برضو بتبقى حلوه. وده الرز اتشرب معايا شويه، بوطي عليه واغطيه واسيبه يستوي خالص. وكده استوى معانا. شايفين مفلفل معانا ازاي؟ وكده بعد ما عملنا الكميه كلها، تعالوا بقى نسويها. بجيب طاسه من فوق على البوتاجاز من فوق، وبحط معلقه زيت وبرص فيها الشيش طاووق، وبعدين بغطيه وبيكون النار هاديه. لازم تغطيه عشان يستوي معانا. بقلب وبرضو بغطيه وما تعليش النار عليه. شايفين بدأ ياخد لون ذهبي معانا كويس ازاي؟ بس وتعملي بقى لحد ما تخلصي الكميه كلها. خد لون جميل معانا. وادي الرز وادي الشيش طاووق، شايفين شكلهم؟ وما خدش وقت معانا خالص، والطريقه سهله. انا ما بحطش قرفه على الرز لان احنا ما بنحبش الرز فيه قرفه او الحاجات المالحه فيها قرفه. يا رب يكون الفيديو عجبكم وتجربوه ويعجبكم، وبالهنا والشفا لكل اللي هيجربه. اهلا بيكم في قناه اسرع وصفه. الكوردون بلو عملناه بطريقه سهله من غير اي تعقيد. وشايفين الجبن اهي سايحه من جوه. عملنا بطريقه سهله جدا ومن غير اي وقت، ومش هياخد وقت معانا خالص. تعالوا نشوف. ده نص كيلو بانيه عادي جدا. بنجيب كيس من بتاع المطبخ، بنفتحه كده وبعدين بنحط جواه حته البانيه وبندب عليها عشان خاطر ما تبقاش فيه حتت تخينه معانا. بنخليه يبقى رقيق جدا معانا عشان يبقى يستوي معانا ويبقى كويس اهو. هجيب حته تاني معاكم هعملها برضو. بندب عليها عشان الحتت التخينه ترق تبقى رقيقه، نعرف نلفه وكمان يستوي ويبقى حلو قوي.
بعمل الكمية كلها كده. انا عملت الكمية كلها، شايفين رقت معانا خالص اهي. بجيب طبق بحط معلقة بصل بودر، معلقة توم بودر، معلقة بهارات، معلقة بابريكا، دي نص فلفل اسود ونص ملح. ما بنزودش الملح خالص عشان خاطر لسه هنحط جبن وحاجات. نص ملح، والمعلقة دي صغيرة جدا. بجيب بقى بعمله بالتتبيلة اللي انا عملتها دي من الناحيتين زي ما انتوا شايفين كده. هعمل واحدة تاني معاكم اهو. بعمل لها بالتتبيلة من الناحيتين، وبعدين بعمل الكمية كلها وبسيبها ربع ساعة، ربع ساعة بس في التتبيلة عشان تشرب من التتبيلة شوية كده. بعد ما عدت الربع ساعة معايا هنا شرايح جبنة شيدر، دي شرايح رومي مدخن، ودي موتزاريلا. الحشوة بقى انت براحتك، ممكن تغيري فيها براحتك. ممكن الشيدر تحطي مكانها رومي، ممكن تحطي سوسيس، لانشون، اي حاجة انت بتحبيها. بتجيبي بقى حتة البانيه وتعملي الشرايح على قدها، تقصيها على قدها كده. جبنة موتزاريلا، ممكن لو ما عندكيش جبنة موتزاريلا خالص ما تحطيش. هعمل لكم واحدة برضو من غير موتزاريلا. وبتلفيها زي ما انت شايفة، بتلفيها خالص. وبعدين عشان خاطر تتأكدي ان هي لفت كويس بتجيبي ورق استرتش راب ده وتلفيها كويس بيه عشان خاطر تمسك في بعضها جامد، عشان لما تيجي تقليها ما تفكش، او تحطيها في البيض ما تفكش. بنعمل واحدة تاني اهو، برضو بنحط شرايح الرومي المدخن والشيدر. زي ما قلت لك الحشوه براحتك، انا ما حطيتش اهو موتزاريلا، ممكن تستغنى عن الموتزاريلا عادي وممكن تحطيها براحتك. برضو بجيب اللي هو الاسترتش بتاع المطبخ وبحطها وبلفها كويس عشان تمسك بس في نفسها. ممكن تستغني عنها، بس دي بتأكد ان هي تمسك في نفسها اكتر، تمسك في بعضيها اكتر. بس بعمل الكمية كلها وبحطها في التلاجة ربع ساعة تاني. دي الحتت الكبيرة ودي الحتت الصغيرة، كله عملناه. بس بحط ربع ساعة بعد كده. بعد ما عدت ربع ساعة في التلاجة بجيب هنا كوباية بقسماط مطحون، بحط عليها نص كوباية دقيق وبقلب كله في بعضه. وبعدين يعني ببهرها كده بملح وفلفل، نص ملح برضو، ما بزودش المعلقة دي صغيرة قوي، وفلفل عشان بس تبقى حايقة بس مع الحاجة. ودي بضاية واحدة لان انا مش عاملة كمية كبيرة، بضاية واحدة. بحط لها برضو رشة فلفل اسود ورشة ملح بسيطة بس. بجيبها بقى، بص لما بتفكيها بتحس ان هي مسكت في بعضها اهي، مش هتفك ابدا معاكي. بس بنعملها في البيض وبعدين بناخدها في البقسماط، نغلفها كويس بالبقسماط مع الدقيق. بس هي اتغلفت كده معايا. بعمل واحدة تاني عشان اوريها لكم اهو. بحطها في البيض وبحركها عادي ما بتفكش، وباخدها على البقسماط بغلفها كويس جدا. بس بعمل بقى الكمية كلها وبكون مسخنة على الزيت، مولعة على الزيت يسخن اهو. الزيت بعد ما بيسخن بهدي النار عليه، الزيت بيسخن واروح مهديه النار واحطها. ليه؟ عشان تستوي كويس، لازم تخلي النار هاديه. واول ما تاخد اللون من الناحيه بنقلبها على الناحيه التانية وخلاص. برضو انا مهديه النار عشان تستوي وتبقى حلوه. شايفين الجبنه بتطلع منها ازاي؟ اول ما بتاخد اللون الجميل ده بطلعها اهو على مناديل مطبخ عشان لو فيها اي بواقي زيت. وكده خلاص خلصت. شايفين شكلها؟ وبصوا الجبن سايحه من جواها ازاي. يا رب يكون سهل وتعملوه وتجربوه ويعجبكم. هقول لكم النهارده
على السر اللي بيبقى بيعمل طعم الكنتاكي بالظبط، وكمان هقول لكم على التعويجه الحلوه دي بتيجي ازاي وبتبقى من ايه. حاجات كده واحد كان بيشتغل في كنتاكي هو اللي قال لي عليها. هقول لكم على كل الاسرار دي واحنا شغالين، ان شاء الله تعملوها وتطلع سهله عليكم. دي دبابيس فراخ بعد ما غسلتها كويس بالملح والليمون والخل، بفتحها كده من كل ناحيه علشان خاطر لما تيجي اسويها تستوي بسهوله، وكمان تشرب من التتبيله اللي انا هعملها. ممكن تعمليها بفراخ، دبابيس، وراك، اي حاجه. باجي في طبق بحط كوبايه لبن او كوبايه ونص حسب الكميه اللي انت هتعمليها، وليمونه معصوره، ومعلقتين خل كبار، ومعلقه سكر. بقلب كله، وبعدين بحط ملح وفلفل اسود، ودي شطه ممكن تستغني عنها. وبعدين بحط الدبابيس فيه واسيبها على الاقل خالص ساعتين في التلاجة. كده بعد ما عدى الساعتين بشيلها خالص من التتبيله، وباجي في التتبيله دي طبعا هي ساقعه عشان كانت في التلاجة، بحط عليها شويه ميه ساقعين. وده السر الاولاني معانا، ده الملح الصيني. ده مش موجود عندنا في مصر، ده موجود في الاندومي. كل المطاعم الكبيره كنتاكي وماكدونالدز بيجيبوا الحاجات دي من بره. الملح الصيني ده مش عندنا في مصر. ودي طبعا الشطه اللي بتبقى في الاندومي ممكن برضه تستغني عنها. ده نص كيلو دقيق بحط عليه 4 معالق نشا بس، ما بحطش حاجه تاني عليه لان التتبيله فيها كل حاجه. الملح الصيني ده يا جماعه بنحطه احنا، وكان ممكن نحطه في الخلطه من الاول، بس انا اكتفيت احطه في الخلطه دلوقتي. بس بقلب الملح في النشا، باخد بقى الدبابيس وافضل اقلب 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 كتير قوي، اقلب وانفض ان شاء الله 10 مرات لازم، لان الحاجات دي بتتعمل بمكن في كنتاكي. تفضلي تقلبي وتنفضي، وبعدين تحطي في التتبيله اللي احنا حطينا فيها الملح الصيني، وتقلبي وتتبلي وتنفضي كده كتير كتير لحد ما التعويجه تتعمل معاكي. وده السر التاني معانا، تفضلي تقلبي كتير لان هما بيعملوها بمكن. اهو هعمل كذا واحده معاكم عشان تشوفوا انا بعملها ازاي. بفضل اقلب كتير كتير كتير، وبعدين احطها في التتبيله اللي انا حضرتها بالميه وباقي واللي كنت عامله فيها الفراخ، وارجع تاني اقلب وانفض اقلب وانفض لحد ما التعويجه تظهر معايا. شايفين التعويجه وشكلها عامل ازاي؟ هو ده الشكل. هعمل 3 حتت وهقليهم، وبعدين اكمل باقي الكميه. اهو شايفين؟ بقلب وانفض اقلب وانفض كتير جدا، وبنزل في التتبيله اللي انا جهزتها دي، وبعدين افضل اقلب اقلب لحد ما تعمل التعويجه اللي انا عايزاها، اللي بتبقى شبه كنتاكي بالظبط. وبجيب بقى زيت غزير سخن بحط فيه، وبعد ما احط اوطي وهدي عليه النار خالص واسيبها تستوي براحتها، وبعمل باقي الكميه. شايفين التعويجه؟ بعد ما بتاخد اللون كده معانا وقعدت معانا شويه في الزيت وانا موطيه النار خالص. شايفين التصوير ظالمها جدا. التعويجه يا جماعه باينه قوي وكانت جميله جدا. التصوير مش مبين التعويجه، فعلا مش مبينها قوي. شايفين الجلده ناشفه ازاي؟ شايفين مقرمشه خالص ومن جوه هي مستويه. اللي واقفه دي الجلده، شايفين ناشفه وواقفه ازاي؟ وكده بعد ما خلصت الكميه كلها عيشيهم بقى في كنتاكي، تعملوا لهم بطاطس وسلطه الكولسلو وبيبس، وكأنك عملت لهم مطعم كنتاكي في البيت. ان شاء الله تجربوا وتعجبكم وتكون سهله عليكم، وهي صدقوني ما بتاخدش وقت خالص. يا رب يكون الفيديو عجبكم. اهلا بيكم حبايبي في قناه اسرع وصفه. النهارده هنعمل مع بعض البانيه الناجتس. طبعا احنا بنعمل برضو لسه حاجات لسندوتشات المدارس. البانيه الناجتس ده زي اللانشون بالظبط، زي ما بنسمع عنه حاجات والفراخ بتتفرم مش عارفه ايه، فاستحاله ان احنا نجيبه من بره، وعشان نشتريه من شركات غاليه بتبقى غاليه جدا الشركات الكبيره. ده معانا نص كيلو صدور فراخ، نص كيلو، ودول 4 معالق فيجيتار سايب من عند العطار، او ممكن اكياس عادي. 4 معالق، ممكن تعملي 2 سبايسي و2 عادي. ده معلقه مرقه فوريه كبيره، ودول معلقتين لبن بودر صغيرين. وده البقسماط المقرمش. البقسماط المقرمش ده بجيبه من عند العطار، غير البقسماط بتاع الفرن خالص، ده غيره خالص بنجيبه من عند العطار. ومعلقه كبيره بيكنج باودر هرم كده زي ما انتم شايفين، معلقه صغيره مش كبيره.
هناخد الفراخ نطحنها، والبقسماط برضو نديله طحنه خفيفه. الفراخ برضو بقطعها كده حتت، وعشان خاطر مش كل الناس عندها كب او الكبه تكون بايظه مش هنقف على حاجه، نعملها في مطحنه الخلاط عادي زي ما انتوا شايفين، بتتضرب عادي معانا وبتنعم معانا زي ما انتوا شايفين كده، بتبقى سهله. عملت الكميه كلها اللي هو النص كيلو، ناعم معانا خالص اهو. وبعدين بحط عليه معلقتين لبن بودره صغيرين، عليهم البيكنج باودر، ودي معلقه مرقه فوريه، ودول 4 معالق الفيجيتار. انا بعيد وازيد في المقادير عشان خاطر تعرفوها. 4 معالق الفيجيتار اللي هما بالمعلقه العاديه اللي احنا بناكل بيها، وبعجنهم كده مع بعض. طبعا انا ولا حطيت ملح ولا توابل ولا اي حاجه، الفيجيتار فيه كل حاجه، والمرقه الفوريه برضو فيها كل حاجه. هي طبعا بتبقى ملزقه برضو في ايدي شويه، ده عادي كده اهو. بتقطعي بقى اي تقطيعه، باخدها بعملها دايره وبعدين بدوس عليها بايدي واسحبها كده من تحت، بتعمل الشكل اللي احنا بنشتريه من بره. انت بقى عندك قطاعات وعايزه تعملي باي شكل براحتك اهو. ده الشكل اللي احنا بنشتريه من بره. بجيب بقى ميه عشان الميه بتسهل عمليه التقطيع معايا. دي قطاعات اهي عندي، قطعه شكل دايره، ودي نجمه، بحطها في الميه وبطلعها بعملها كده بتطلع على طول، ما بتلزقش في القطاعه. بعمل نجمه وبعمل دايره كده. بعد ما عملت كل الكميه اهو زي ما انتوا شايفين، هاجي بقى اعملها في البقسماط. البقسماط اهو حطيت طحنه بسيطه، بحط عليه معلقه مرقه فوريه، معلقه كبيره مرقه فوريه عشان خاطر ما احطش ولا توابل ولا ملح ولا اي حاجه. باخد بقى الاشكال اللي انا شكلتها بحطها في الميه، وبعدين بحطها في البقسماط، بدوس عليها كده وبقلبها في البقسماط شويه، وبدوس عليها كده خلاص. باخدها بحطها في الميه، وبعدين باجي بحطها في البقسماط. دي اول مره كده انا عملتها اهي، مره في البقسماط والميه. باجي بقى دي تاني مره بعد ما خلصت الكميه كلها، دي تاني مره بحطها برضو. دي عملتها مرتين ودي مره، دي اللي عملتها مرتين اهي ودي مره. باجي برضو اللي عملتهم مره واحده بحطهم اهو في الميه، وبرجع في البقسماط كده. يبقى انا عملتهم مرتين. انا اهو بقول بالتفصيل عشان الناس اللي بتحب تعرف بالتفصيل بالظبط. بعملهم مرتين في البقسماط، في الميه والبقسماط اهو. شايفين شكلها حتى بيكبر كده وبينفش. بعمل الكميه كلها كده اهو. بعد ما عملت كل الكميه باجي بقى بفرز الكميه اللي انا عايزاها. عملت كل الاشكال. بجيب طبق بحط فيه كيس من اكياس المطبخ، وكل طبق او التانية بحط برضو كيس عشان لما اطلعهم من الفريزر يبقى سهل عليا. وهعمل معاكم كام حته كده. انا هو ولا حطيت في تلاجة ولا حطيت في فريزر ولا حطيت في اي حاجه. هقلي كام حته معاكم عشان ابقى اوريكم بتطلع ازاي معانا. الزيت لا سخن قوي ولا بارد قوي عشان خاطر ما تحمرش بسرعه وتبقى ما تستويش، يبقى الزيت وسط. بعمل كام واحده. عايزه اقول لكم لما شلته في الفريزر وطلعته كان بيبقى اجمل واحسن من كده بكتير. ده اللي عملته على طول اهو. طبعا تدلعي بقى اولادك، تحط لهم كاتشب مايونيز، تعملهم في السندوتشات، حاجه حلوه وسهله جدا. يا رب يكون الفيديو عجبكم. كده الفيديو خلص، وبالهنا والشفا للي يجرب. الغاليين اللي على قناة أسرع وصفة، أهلا بيكم. هنعمل الكفتة بمكونات سهلة جدا، وهتكون أحلى من بره لأن اللحمة انت ضمناها وانت اللي جايباها بنفسك. شايفين شكلها تحفة جدا وفعلا أجمل من بره. شايفين طرية ازاي ومستوية من جوه ومن بره اهو. وكمان عملناها في الفرن مش في الشواية. تعالوا نشوف عملنا الحاجات الحلوة دي ازاي. ده كيلو الا ربع لحمة. كيلو الا ربع عليه نسبة دهون، اما دهون عادية او دوش. انت بتقولي للجزار انا هعمل كفتة عليه تمن دهون. بجيب بقى بصلاية كبيرة، دي بصلاية كبيرة او 2 صغيرين، بحصرها جامد لحد ما اطلع كل المية اللي فيها لان انا هاخد التفل بس.
ما ينفعش تخلي ميه في الكفته عشان ما تفكش معاكي. بصلايه كبيره مفرومه ناعم، بركن بقى الميه دي لان هحتاجها بعد كده. بحط البصلايه لازم تكون مفرومه ناعم، معلقه ملح صغيره، نص فلفل اسود، نص توم باودر وبصل باودر، كل دي معالق صغيره، ومعلقه كبيره بهارات كفته. ممكن تستغني عن كل ده لو هتجيبي كيس خلطه الكفته الجاهز، ونص بابريكا، ومعلقه صغيره بيكنج باودر عشان ما تخلي الكفته ما تبقاش كبسه، ومعلقتين كبار بقسماط. البقسماط بيمتص اي سوائل في الكفته. المقادير دي كلها تنفع مع كيلو او نص، بس تحيقي الملح حسب ما تشوفي، وتدخلي كل المكونات في بعضها. وبعدين بتجيبي بيضايه واحده، البيضه دي برضه تنفع على نص كيلو او كيلو الا ربع او كيلو. بيضايه واحده بتعمل طراوه للكفته. وبتدخلي بقى كله وتعجني كتير، لازم تعجنيها كتير قوي، اما تضربيها في الكبه ضربه او في مطحنه الخلاط بالحته الصغيره كده. المهم تدخل لحد ما تبقى ليها خيوط، تحس ان هي ليها خيوط كده، بس زي ما تبقى عجينه. بعدين بسيبها نص ساعه في التلاجة، بسيبها نص ساعه كده في التلاجة. بعد ما عدت النص ساعه بجيب بقى ميه البصل، بحط عليها معلقه زيت كبيره ونص بابريكا، وبضرب كله في بعضه كده. دي هصبع بيها الكفته، وكده الكفته بعد ما عدت نص ساعه عليها. دي العصي اللي هي زي الشيش طاووق، بس دي اتخن سنه. لو ما لقيتهاش ممكن تعملي بالشيش طاووق، بس تحطي 2 أو 3 مع بعض وتصبعي عليهم. باخد بقى ببل ايدي في الخليط اللي انا عاملاه وبصبع كده الكفته، وبعدين بحطها. العصي دي انا كنت نقعاها في ميه عشان ما تحرقش معاكي في الفرن او في الشوايه. انا كنت نقعاها في ميه وبصبعها كويس، وبقفل عليها من فوق كويس قوي، وبعدين بقفل عليها من تحت، وببل ايدي تاني في الخليط بتاع ميه البصل والزيت والبابريكا، وبعدين بمشيها عليها كده عشان اعمل الشكل زي بره بالظبط اهو. بعملها بصباعي كده عشان تبقى ايه زي بره بالظبط، يعني متشكله بكده. بجيب الصينيه الكبيره اللي عندي وبدهنها زيت كويس قوي، وبعدين بحط بقى برص فيها عشان هعملها في الفرن. الكلام ده للناس اللي ما عندهاش شوايه. هعمل معاكم واحده تاني برضو، بجيبها كده بعملها ببل ايدي في الخليط، وبعدين بعملها في ايدي بدورها وبحطها على عصايه. لو عندك الرفيع حطي عصايتين او 3 وصبعي عليهم، ولازم تنقعيهم في ميه عشان ما يحرقوش. باخد كده برضو ببل ايدي في الخليط وبعمل كده عشان بتعمل لها لون حلو، وبعملها بصباعي عشان تبقى زي بره. بعمل لحد ما بملى الصينيه. انا كده مليت الصينيه، وبعدين الباقي احطه في صينيه تاني، وبكون مولعه على الفرن، ولازم تكون الفرن سخن. وكده بعد ما عدت ربع ساعه بالظبط بقلب بقى على الناحيه التانيه وبحطها في الفرن تاني ربع ساعه. ما بتكملش كده هي بعد ما طلعت. لو اللون كده عجبك بعد ربع ساعه التانيه خلاص. لو اللون مش عاجبك ممكن تولعي الشوايه تحمريها شويه تاني لو عايزه تحمريها اكتر. بس عشان خاطر بنعمل بقى زي ما متعودين، بنجيب حله عشان نعمل طعم وريحه الفحم. بجيب طبق فيه حته فحمه صغيره مولعه، كنت مولعاها على البوتاجاز، وبحط الكفته. شايفين الكفته بتطلع طريه وجميله ازاي، وبتطلع بسهوله اهو. بحطها في الحله وزي ما متعودين احنا ما بنستخدمش فويل خالص، وبطفيها بمعلقه سمنه سايحه وبغطي عليها وبسيبها. وبعدين اهي الكفته خلصت. شايفين شكلها تحفه جدا، والطعم احلى من بره بكتير. على الاقل حاجه انت ضمناها وعارفه انت بتعملي ايه. وشايفين طريه ومستويه من بره ومن جوه. وعملت معاها طحينه، وطريقه الطحينه انا عاملاها مع الفراخ المشويه. يا رب يكون الفيديو عجبكم. الناس الغالية أهلا بيكم. الدوناتس وجماله عملته في الفرن من غير قلي ومن غير زيت، وكمان عملته بالزيت. تعالوا نشوف عملنا الحلويات دي ازاي. بجيب طبق بحط فيه كوباية لبن، عليهم نص كوباية زبدة سايحة، معلقة خميرة فورية كبيرة، معلقتين سكر كبار، و2 بيضة، وكيس فانيليا،
ومعلقة خل كبيرة بتعمل هشاشة لأي عجين، وبقلب كله في بعضه. بكون مجهزة 4 كوبايات دقيق بنفس المج بتاع اللبن، ممكن 4 كوبايات دقيق أو 4.5 حسب الدقيق، لأن كل دقيق بيختلف. وبقلب كده بالمعلقة، وبعدين بسيب المعلقة واعجن بإيدي عشان أعجنها كويس. وبعد كده بجيب رشة كبيرة دقيق على الرخامة وباخد العجينة وبعجنها كويس جدا. أفضل أعجن فيها لحد ما تطلع من إيدي، هي ملزقة أهي. بعدين طلعت من إيدي ومن الرخامة زي ما انتوا شايفين، والعجينة بقت تمط كده. كده العجينة اتعجنت كويس. برش رشة دقيق وبحط العجينة ورش عليها رشة دقيق وبغطيها لحد ما تخمر. بتاخد نص ساعة أو ساعة إلا ربع. اهو كده خمرت معايا. باجي بقى بفردها رشة دقيق برضو واحطها كده وافردها كويس، واحط لها برضو رشة من فوق وبفردها كويس لحد ما تبقى سمك سنتي كده. بس دي بقى قطعة الدوناتس العادية خالص اللي احنا عارفينها. لو ما عندكيش القطعة دي هقولك تعملي ايه. بكون مجهزة صاج عاملة فيه دهنة زيت، عشان ده اللي هسويه في الفرن. دهنة زيت بسيطة، ده هسويه في الفرن. لو ما عنديش القطاعة بجيب طبق، اي طبق ليه سن كده بقطع بيه، وغطا ازازة بقطع بيه من النص وخلاص. لو انت ما عندكيش القطاعة عادي يعني. طالعة كويس خالص. ده بقى اللي هعمله بقى في القلي، هقول لكم تعملوا فيه ايه. بجيب كده بقطع ورقة عادي، او لو عندك ورق زبدة برضو قطعي ورق زبدة كده زي ما انت شايفة اهو. مقطعه كده وبحطه عليه عشان احطه في الصاج يخمر. ده بيسهل معايا عملية القلي، وهوريك ازاي. حطيته برضو في صاج تاني عشان اسيبه واغطيه واسيبه يخمر. بعد ما بخلص كل التقطيع كده، بعد ما بخلصه باخد باقي العجين اهو، كل العجين ده وبعجنه تاني وبفرده وبقطعه تاني. كل العجين اعمل فيه كده لحد ما بخلص كمية العجين كلها اهو. وبقطع الحتة اللي في النص برضو دي بسويها معاهم. دي بقى اخر حتة عجينة اهو، مش هنرمي ولا اي حاجة، وبسويها معاهم. دي اخر حتة. ده بقى اللي هنحطه في الفرن بعد ما اختمر. غطيته واختمر، بكون مولعة على الفرن على 180 درجة. بحطه في الرف الوسطاني، وعلى ما يطلع اللي في الفرن هقلي بقى اللي في الزيت اهو. اختمر معايا زيت غزير على نار متوسطة، ما يكونش سخن قوي. وبحطه. شايفين بقى بيسهل معايا عملية القلي خالص. الورق حتى لو هي لازقة في الورق، لو جيتي بعد ما اختمر تمسكيها هيتعوج منك، لكن الورقة بتسهل خالص. حتى لو لازقة حطيها بالورقة هتطلع مع اول ما بينزل في الزيت الورقة بتطلع عادي. ده لو لازق في الورقة. شايفين بقى بياخد اللون بسرعة جدا، وبقلبه على الناحية التانية بياخد اللون، وبخرجه على مناديل المطبخ زي ما انتوا شايفين لحد اللي في الفرن ما يستوي. هعمل بقى كل الكمية اهو. خلصت كل الكمية بتاعت القلي زي ما انتوا شايفين. وبعدين بجيب بقى اللي في الفرن اهو، استوى من تحت، وبعدين ولعت عليه الشواية من فوق. خد حوالي نص ساعة من تحت، وبعدين ولعت الشواية. ممكن ياخد معاكي اكتر لان الفرن بتاعك مختلفة اهو. شايفين طري وهش خالص ازاي. ادي بقى اللون اللي انت عايزاه. انا عديت اللون ده عشان يبقى شبه اللي هو المقلي اهو. ده اللي في الفرن وده المقلي اهو. شايفين هش جدا ومش شارب زيت خالص. ده المقلي. شايفين جميل جدا. اجي بقى للتزيين. ده سكر بودرة وشوكولاتة بني وشوكولاتة بيضة اهو. واجي بقى ازين. الشوكولاتة البني حطيت عليها معلقة زيت وعملتها في الميكرويف سيحتها، او ممكن تسيحيها على حمام مية سخن. واحط كل نوع في طبق. والشوكولاتة البيضة برضو عملتها نفس الحاجة، برضو بمعلقة زيت في الميكرويف سيحتها او على حمام مية. بحط ده في طبق وده في طبق عشان هزينه تاني. يعني ممكن تسيبيه كده سادة، وممكن تزوقيه زي ما انا هقولك. ده سكر اهو، سكر بودرة برضو بحطه في طبق لوحده. وكده بعد ما تزين بجيب كيس مطبخ وبحط فيه شوية شوكولاتة بني، وبقطع طرفه بالمقص، وبعمل الشكل الجميل اللي انتوا شايفينه ده. نفس الكلام برضو في التاني. بجيب شوكولاتة بيضة، بقطع طرف الكيس ونقط اهو على الرخام وانا بقطعه، وبعمل الشكل الحلو اللي انتوا شايفينه. وبعدين بجيب بقى الملبس اللي احنا بنزوق بيه، كب كيك او الكيك او اي حاجة بنجيبه من عند العطار.
اهو الشكل الجميل اهو. كل ده جايبينه من عند العطار. تزيني بقى اي تزيينه، ممكن تسيبيه ساده براحتك. وكده خلصنا الدوناتس. يا رب يكون الفيديو عجبكم وتجربوه، وبالهنا والشفا لكل اللي يجرب. حبايب قلبي الغاليين اللي على قناه اسرع وصفه، الكيكه التحفه اللي قدامنا دي كيكه الباندا اللي ناس كتير عاملينها على اليوتيوب، لكن احنا دي 4 طبقات زي ما انتم شايفين، وشايفين الطبقات بتاعتها والشوكولاته سايحه عليها ازاي. تعالوا هنعملها بطريقه بسيطه واحنا واقفين كده، نعملها باسهل طريقه. مكونات سهله وبسيطه وموجوده، حتى لو مش عندك تجيبيها بسهوله. ده بسكوت ساده، اي بسكوت ساده نجيبه ونكسره زي ما انتم شايفين، حوالي 200 جرام او اكتر شويه، اقل شويه مش مشكله. بنيجي بقى نحط 3 معالق سكر، عليهم 3 معالق كاكاو خام اللي هو الاسباني عشان بيبقى حلو، ونحط عليهم نص كوبايه ميه بس، ومعلقه زبده، ونقلبهم على البارد، وبعدين نرفعهم على النار. نقلبهم كويس على البارد وبعدين نحطهم على النار، نقلب فيهم لحد ما يغلوا والسوائل تتبخر شويه منهم، تتقل شويه زي ما انتم شايفين كده، وما يبقاش فيها سوائل كتير. نحط لها بقى رشه فانيليا. كل ده احنا بنعمل في اول طبقه، ونضيف على البسكوت اللي احنا مكسرينه ده زي ما بنضيفه كويس، ونقلبه كويس في البسكوت، ونسويه في الصينيه اللي انت مجهزاها، البايركس او اي صينيه عندك. بنساوي كده، والمفروض ان احنا نحطها في التلاجة شويه، لكن انا هشتغل على طول عشان اخلص الفيديو. بنجيب بقى حله ونعمل تاني طبقه. كوبايتين لبن كبار او نص لبن ونص ميه براحتك. كوبايتين كبار عليهم معلقتين دقيق، ومعلقه نشا كبيره، ومعلقه سكر، ورشه دقيق، ورشه ملح، ورشه فانيليا، كأنك بتعملي مهلبيه. بتقلبي كويس على البارد، وبعدين ترفعيه على النار. اول ما يسخن معانا كده بنحط له معلقه زبده. مع الزبده بتدي طعم، وفي نفس الوقت بتخليها بتلمع، تدي لمعه كده معاه. بنقلب لحد ما ياخد القوام اللي هو الكريمي. لو تقلت معاكي زوديها لبن عادي، انا القوام كده كويس معايا. بنضيف بقى دي الطبقه التانيه، كأنك بتعملي مهلبيه بالظبط. بنضيفها ونسويها، والمفروض ان احنا نسيبها تبرد خالص او نحطها في التلاجة تجمد. دول 3 معالق كريم شانتيه خام من غير سكر. بنحط عليها معلقتين سكر بودرة. لو ما عندكيش الكريمة الخام ممكن تجيبي باكو كريمة بيبقى عليه السكر. ودي نص كوباية لبن مشبرة، ساقعة ومشبرة جدا يعني. بنقلبها كده بالمضرب الكهرباء، وبعدين بنفضل نضرب فيها لحد ما تبقى كريمة، تتقل معانا وتبقى كريمة. ممكن باكو كريمة او كريم شانتيه خام اللي انا جايباه، تحطي له معلقتين سكر، وهو تقل معانا. طبعا انا ما بستناش، المفروض ان انا اسيبها لحد ما تجمد خالص الطبقه الثانيه، وبعدين احط الطبقه الثالثه، بس انا ما بستناش، عشان كده بعمل بالراحه وبفردها بالراحه خالص عشان ما تبوظش. رابع طبقه معانا بنجيب دي شوكولاته خام، انا جايبه دارك. لو تاخدوا بالكم ان انا مش مزوده سكر، عليها نص كوبايه لبن ومعلقه زبده برضو عشان تديها لمعه، تخليها بتلمع كده. ونقلبها على النار لحد ما تسيح خالص، تدوب خالص معانا الشوكولاته زي ما انتم شايفين كده، دابت معانا خالص. وبعدين بجيبها بعد ما بتسيح خالص، بجيب كوبايه وبصفي الشوكولاته عشان ما يبقاش فيها اي كتل، واتاكد ان هي برضو ما فيش اي كتل فيها. وكمان الكوبايه بتسهل عليا ان انا اوزعها على الصينيه زي ما انتم شايفين اهو، سهله خالص ان انا اوزعها. الحفره اللي اتعملت دي عشان خاطر الشوكولاته سخنه، والكريمه انا ما استنيتش عليها. المفروض ان انا احطها تاخد وضعها يعني في التلاجة وبتجمد، وبعدين احط عليها الشوكولاته. لكن انا ما استناش، لان انا عايزه اخلص الفيديو. زي ما انتم شايفين بعد ما حطيت الشوكولاته سبتها بس نص ساعه بس في التلاجة. لازم تسيبوها اكتر، هتبقى اجمد واحسن معاكم. وبعدين اهي خلصت، وبنقطعها. هي تبان كتيره، لكن وانت واقفه بتعملي الطبقات ورا بعضها، وكمان المكونات حتى لو مش عندك سهل ان انت تجيبيها. زي ما انتم شايفين تحفه جدا،
وطعمها روعة جدا وحاجة جديدة، وان شاء الله الفيديو يعجبكم. حبايب قلبي اللي على قناة اسرع وصف، الفراخ المشوية شويناها، عملناها على البوتاجاز من فوق عادي جدا، وعملناها زي المشوية اللي بتجيبيها من بره بالظبط، وكمان بطعم الفحم ومن غير ورق فويل عشان الحاجات الفظيعة اللي احنا بنسمعها عليه والاضرار بتاعته. وزي ما انتم شايفين عملنا طحينة وسلطة، واحسن وجبة للرجيم لان مش هنضيف عليها دهون خالص. هتشوفوا عملناها ازاي وهتكون سهلة جدا. كده انا معايا دلوقتي وراك غسلتها كويس وتبلتها بملح وليمون كويس جدا، واسيبها نص ساعه على ما اعمل التتبيله. معانا قوطه، انا مش هقول تعملي قد ايه علشان اعملي حسب الكميه اللي انت عايزاها. بحط قوطه وبصل وفلفل الوان اخضر اصفر احمر، ممكن تستغني عنه لو ما عندكيش تحطي اخضر بس، اي لون مش شرط. وبعدين عصره ليمونه ومعلقه خل. دي التتبيله بتاعه المشويات. ونحط بقى التوابل دي، معلقه سكر مهمه جدا لان بتعمل انسجه الفراخ، ودي معلقه بابريكا، المعلقه دي صغيره خالص، ودي معلقه بهارات، وده الملح بقى تبلي زي ما انت عايزه، تحيقي زي ما انت عايزه حسب ما ياخد، وتخلطي كله في الخلاط. بس دي بقى لو انت حابه ان الفراخ تعمليها على شوايه وعندك شوايه تسيبيها في التتبيله دي حوالي ساعتين، لكن لو هتعملي زيي هتشوفي انا هعمل ايه. بجيب الفراخ بقى بعد ما غسلتها من الليمون والملح، بقطعها كده بفتحها. ممكن تعملي صدور وفراخ عاديه يعني مش وراك. اهو بفتحها كده وبحطها في الصينيه زي ما قلت لك. عايزه تعمليها على الشوايه بتسيبيها شويه في التتبيله، لكن انا هسوي على طول على البوتاجاز. بحط التتبيله واحطها على البوتاجاز على طول. اهو انا حطيتها على البوتاجاز ولازم تغطيها عشان تستوي. انا اهو مغطياها، شايفين اهي بتغلي، ما استنيتش عليها، حطيتها على طول. على ما تغلي الفراخ نعمل الطحينه. دي طحينه خام بخففها بميه عاديه جدا من الحنفيه. طبعا كل ما هتخففي هتتقل. اهو شايفين هي بتتقل معايا، كل ما بقلب فيها تتقل. تفضلي تعملي كده وتخففي بميه لحد ما توصلي للقوام اللي انت عايزاه. القوام اللي انت عايزاه اعمليه، عايزاها خفيفه عايزاها تقيله براحتك. بس انا كده القوام ده اللي انا عايزاه اهو كده حلوه قوي. اتبلها بالربع معلقه كمون، برضو المعلقه دي صغيره، وتوم باودر بنفس المعلقه، وبصل باودر برضو ربع، وملح. برضو الملح حقيقي زي ما انت عايزه، تحبيها زي ما انت عايزه، وتقلبي. ما حطيتش توم فريش لان التوم الفريش بنحطه على الطحينه بتاعه للاسماك. دي نص معلقه خل وعصره ليمونه بس. الطحينه دي كده خلصت كده. الطحينه بتاع الشوي اللي هي الفراخ المشويه الكفته هي كده بس. التوم الفريش بنحطه مع السمك بس. نحط بقى نزين الطبق عشان الولاد تفرح كده ويفتح نفسنا كلنا على الاكل. بنحط كاتشب من فوق ونمشي عليه بالخله كده، يعمل شكل حلو يفتح نفسكم على الاكل، بيبقى بتعمل طعم مع بعضيها حلوه قوي. زي ما انتم شايفين الشكل حلو ازاي. وكده الطحينه خلصت، ما كملتش دقيقتين وعملت الطحينه كده. الفراخ استوت اهو زي ما انتم شايفين، استوت من فوق على البوتاجاز من فوق. بجيب بقى الصاج بتاع الفرن العادي بتاع البوتاجاز العادي اهو، وبتقلبي حته الفرخه عشان تديها لون من هنا على الشوايه عادي من بتاعه البوتاجاز. دي طبعا حته اتقطعت كده اهو، بتقلبيها تاخد لون معانا من فوق على الشوايه بتاع البوتاجاز العادي اهو. خدت لون، بقلبها واديها لون من الناحيه التانيه. انا طبعا كل ده للناس اللي مش عندها شوايه، لكن اللي عنده شوايه خلاص اهي خدت لون من الناحيه التانيه وهي الفراخ خلصت. عايزه بقى اعمل لها طعم الفحم، هقول لكم على طريقتين، والطريقه اللي تريحك اعمليها.
انا اهو جبت على دي على الشبكه بتاع البوتاجاز اهو رصيت الفراخ، وده اهو الصاج بتاع البوتاجاز انا طلعته وحطيت فيه طبق، ودي حته فحمه انا مولعه عليها من فوق البوتاجاز من فوق، بحطها في الطبق اهو، وبحط عليها سمنه زي ما انتوا هتشوفوا تعمل الدخان اهو، وايه وتقفلي بقى البوتاجاز. لو انت مطبخك صغير او ما بتحبيش الدخان او بتتخنقي من الدخان، اعملي الطريقه التانيه اللي هي دي حله اهو صاج، احنا بعدنا عن الالومنيوم خالص ولا الفويل ولا هنحط فويل خالص اهو، حله عاديه الصاج عند في كل بيت او اي حله تيفال ستانلس اي حله. برضو هحط برضو فحميه مولعه عليها من فوق، بحطها في الطبق الصيني اهو، وبعملها برضو بحركه السمنه وبغطيها زي ما انتوا هتشوفوا. طبعا الدخان ملوش اي ضرر، وانا سالت في الموضوع ده دكتور قال لي ملوش اي ضرر اهو زي ما انتوا شايفين، لان عند بتوع الكباب وبتوع الفراخ المشويه بيعملوا على الدخان عادي ملوش اي ضرر. حابه ان انت ما يطلعش منه اي دخان من الحله بتغطيه بفوطه بس، وبيبقى احلى طعم، بتبقى احلى بكتير من بره. وهو عملنا الفراخ ودي احلى اكله للرجيم، ما حطناش اي دهون، ودي الصلصه اللي سوينا فيها الفراخ بتبقى طعمها تحفه جدا، والسلطه والطحينه، واحلى وجبه تاكليها، ودي الوجبه المفضله عندنا. يا رب يكون الفيديو عجبكم.